بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الكريم، وبعد. قصيدة الجاية دي قصيدة في قضية الدكتورة المحترمة سالي نسيم سليم. طبعا كتر الكلام عن سالي نسيم. كانت هي عبارة عن وحدة كانت مسيحية وأسلمت، مش قضية يعني وحدة مسيحية أسلمت. ده ما احنا عندنا مش عارف مين حمامي راح المسيحية ولا حس ولا خبر، وواحد اسمه رحومة كان محمد رحومة راح المسيحية. ما يروح المسيحية، وحمامي واللي عايز يروح. أنا ما من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هي المشكلة، هي القضية لكم دينكم ولي دين. أنت تكره الناس أن يكونوا مؤمنين. ما فيش قضية عندنا، احنا مش ما عندناش قضايا مثل هذا الشائكة. والقيامة قامت على سالي، وكله طلع وكله اتكلم. سالي اتكلمت، سالي ما اتكلمتش، سالي اتخطفت، سالي عجبروها، سالي اسلمت نظير ما رحومه تمسح. ورحومه ما يتمسح رحومه، ولا غير رحومه ولا الف رحومه يتمسح. اللي عايز يتمسح يروح يتمسح، مش مشكله، مش قضيه عندنا يا اخوانا، مش قضيه. ودي رحومه وما رحومه الا رحمه صغرت فسميت رحومه. يعني حتى اسمه جاي من تصغير، سبحان الله، وكأنه ربنا يعلم انه هو هيبقى صغير، فاسمه محمد رحومه. رحومه دي تصغير لكلمه رحمه، زي أميمة تصغير لكلمة أمة مثلا. أنا مش هقعد أشرح لغة عربية. أنا وقضية الأخت سالي اللي تهمها عمنا سيدة روس وقال زانت وكانت قديسة. طب إزاي يعني كانت قديسة في الكنيسة، وبعد كده لما طلعت راحت الإسلام بقت زانية وبقت مش عارف، وبقي فيها. في النهاية هي عيب، يعني حرام إن أنا أتهم بنتي سواء كانت مسلمة ولا مسيحية ولا يهودية بالطريقة الفجة دي وبالطريقة للأسف القذرة، إن أنا أتهمها والعياذ بالله بالزنا. يعني عشان أسلمت أتهمها بالزنا، أو واحدة مسلمة راحت المسيحية ولا راحت اليهودية ولا بقت مالهاش دين خالص أقول إنها زانية والعياذ بالله؟ لا يا إخواننا، لا، ده مصيبة. ولا مسلم ولا مسيحي ولا ما واحد ملوش دين ممكن يأيد كلام زي ده. الفيديو الجاي ده قصيدة بعنوان سالي نسيم فوتوشوب. بنقول فيه، ودي في قضية سالي نسيم، بنقول فيه تعالوا اسمعوا يا جماعة هذا الخبر، وبلاش تقولوا سوق الأخبار جبر ولسه ياما نشوف ياما. لما سالي أسلمت قامت القيامة. لما سالي أسلمت قامت القيامة، وخذوا النصايح من النسوان وخذوا العبر، وتحلوا بالإيمان يا خالي واصطبر. وتحلى بالإيمان يا خالي واصطبر. ده الموضوع كان صغير وخلاص يا ناس كبر. قال الوجه وجه سالي والجسد فلبينية، ونصها فلبيني ونصها مصروية. وسالي طلعت مضروبة مش هي. وسالي طلعت مضروبة مش هي. وقالوا رجعت للكنيسة وخلاص بقيت مسيحية. واللي اسمه سيدروس تخيلوا طلع جاسوس. واللي اسمه سيدروس تخيلوا طلع جاسوس. وقعد يحكي عن سالي في حرب البسوس، وفي عظة في الكنيسة قال جماعة سالي سوس. وفي عظة في الكنيسة قال جماعة سالي سوس. قال أبوها كان بياع عرق سوس، وأمها مش مسيحية من المجوس. وأمها مش مسيحية من المجوس. وطلع مغنوصيوم لسانه حقودي وزفري. وطلع مغنوصيوم لسانه حقودي وزفري. قال أنا طلعت وراها عسكري وغفري. قال أنا طلعت وراها عسكري وغفري، واتهمها بالزنا مع الدليفري. وراح اتهمها بالزنا مع الدليفري. أما كان آخر خبر عن أختنا الدكتورة سالي. سواء كانت مسيحية أو مسلمة أنا مش هاخد في بالي. سواء كانت مسيحية أو مسلمة أنا مش هاخد في بالي. قالوا جابوا فلبينية ولبسوها الحجاب مع الطاقية. قالوا جابوا فلبينية ولبسوها الحجاب مع الطاقية. ولما بتشوفها تقول مسلمة مش مسيحية. ولما بتشوفها تقول مسلمة مش مسيحية. وفي عزة دخل الكنيسة راح صرخ وقال يا بيسة. وفي عزة دخل الكنيسة راح صرخ وقال يا بيسة، ماري ومارينا وماريانا ومارينا والبنت ميسة. ماري وماريانا ومارينا والبنت بيسة، وقبلهم وفاء قسطنطين الحبيسة.
وقبلهم وفاة قسطنطين الحبيسة السنة دي باين عليها سنة كبيسة. قال ده السنة دي باين عليها سنة كبيسة. ودي في حكاية الدكتورة سالي، الدكتورة المحترمة دي، دكتورة سواء مسيحية أو مسلمة فوق راسنا من فوق، دي دكتورة ومحترمة ولا يمكن تعمل، يعني ما أنا مش عارف الراجل ده يكفر عن ذنبه كيف، ولا هو ما عندوش كفارة صراحة. يعني هو هيكفر ازاي؟ ما هو ما عندوش، هو كله عنده ذنوب. وقضية رحومة احنا ما عندناش، ما رحومة يسلم ولا ما يسلمش ما يسلم. وحمامي ده اللي طالع اسمه مش عارف مين، حمامي طالع بيقول لك القرآن وألف القرآن وبتاع، يقولوا اللي يقولوه مش هيغيروا في الأمر شيء. القرآن محفوظ من قبل إحنا، نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والله لو اجتمعت الأمة والإنس والجن والطير وكل الناس عشان تغير همزة فوق ألف وتحطها تحت الألف ما هيغيروا في شيء. تحياتي لكم، تابعوني حبايبي على قناتنا، كل يوم بنزل جديد. اشتركوا معي، شجعوني يا اخواننا على النجاح، بيكم هنجح، انا بيكم هنجح، شجعوني على النجاح. ولكم تحيات الشاعر علي عبد الرازق صالح احمد المعصر الفتح اسيوط، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.